يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. ما تيجوا كده نعمل صينية بطاطس بسمك الفيليه وسمك فيليه مقلي مع رز صيادية وسلطة خضرة كده، حاجة تستاهل بقكم، حاجة ما خدتش وقت خالص. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنا انا كان عندي تتبيلة في التلاجة، توم على شطة على كمون على هريسة شطة. هنا زودت معلقتين توم معاها مفرومين، وحطيت معلقة هريسة شطة، وهحط كده شوية ملح، معلقة ملح كده على معلقة شطة، وطبعا هنحط معلقة كمون، وهنعصر كده ليمونة عليها. انا طبعا كان عندي تتبيلة في الفريزر قلت اكمل عليها. الليمون ده انا كنت مفرزاه. انا طبعا بعت ابني يجيب لي شوية حاجات من تحت، ففي حاجات ما جابهاليش، فقلت طبعا كويس اللي انا شايلة في الفريزر ليمون، الحاجة بتيجي في وقت زنقة بتنفع. أنا طبعا كنت غاسلة الفيليه ونقعاه في مية بشوية خل كده وليمون. هنا انا حطيت معلقة خل على التتبيلة. هنحط معلقة كزبرة عشان كنت نسيت احطها. طبعا بصوا بقى الفيليه كنت غسلاه زي الفل اهو، وما بياخدش غسيل جامد، يا دوبك بس بتشطفيه كذا شطفة كده، وبتنقعيه في شوية ليمون وشوية خل كده وملح، وبعد كده بتشطفيه وخلاص. كده انا هسيبها في التتبيلة كده نص ساعة على ما اجهز بقية الحاجة اللي انا هعملها. الكيس دوت كيلو، يعني عمل معايا 5 قطع واربع قطع مقليين، 9 قطع. هنا انا كنت جايبة بطاطسيتين، حبيتين بطاطس وقطعتها حلقات. هنا انا جبت بصلة وهنقطعها كده حلقات واحطها في قلب الصينية بتاعتي. ممكن تقدري تعمليها في صينية ألمونيا عادي، بايركس، طاجن، فخار، أي حاجة يعني المتوفر عندك تعملي فيه. وهي حباية طماطم واحدة، حابة تستغني عن الطماطم ما تحطهاش براحتك عادي، هتنفع بالبصل والفلفل والبطاطس بس مع شوية بقدونس، ونكتر الليمون عليها بتبقى تحفة. قرن الفلفل الرومي ده هو الوحيد اللي كان عندي، كنت بعت ابني يجيب لي فلفل قرون شطة ملقاش، هو كسل يدور يعني. هنا انا حطيت بقية التتبيلة اللي فايضة مني، اتبل بقى البصلة كده مع ليمون. هرصص بقى البطاطس بتاعتي. عايزة اقول لكم هما بطاطسيتين مع طماطم مع بصلاية عملوا معايا كمية حلوة. انا الصراحة كنت جايبة الفيليه على اساس ان انا هقليه، بس هو انا قلت خلاص انا هاخد نص الفيليه واعمل صينية بطاطس بالفيليه كده بتبقى طعمها حلو. هنرصص الفيليه على الوش لانه ما بياخدش سوا اصلا، وهنعصر كده عليها ليمون، وهنحط بقى شوية كزبرة كده، قصدي شوية بقدونس، وهنحط نص كوباية مية. يعني نحط كده نص كوباية مية بس عشان خاطر البطاطس تستوي، وبتاع 3 معالق زيت، ونحطها في الرف اللي في النص في البوتاجاز يعني. هنا هعمل السلطة، كنت فرمت بصل، وهحط كده بقدونس وطماطم وجزر وخيار، نعمل سلطة خضرة كده حلوة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهيك كده ننزل في التعليقات نصلي على النبي. ويا ريت كده ندعي كده لكل مريض بالشفاء يا رب. انا ما بكترش السلطه عشان ولادي ما لهمش في السلطه، فانا بكتفي بس بطماطميتين كده، او ساعات طماطميه كبيره وخيارايه كده وخلاص. طبعا السلطه دي كان ناقصها فلفل اخضر، طبعا زي ما قلت لكم ابني ملقاش، بس انا كترت الشطه الحمراء بقى فيها.
ان احنا بنحب الحاجة الحراقة شوية. عايزة اقول لكم كمان الكمية دي كانت كتير علينا، لان انا وبس وجوزي هو اللي احنا بناكل سلطة. هبشر بقى الجزرية دهيت. يا ريت كده نشير الفيديو على قد ما نقدر. طبعا انت تقدري تعملي صينية البطاطس اللي هي بالفيليه ديت على البوتاجاز، مش شرط الفرن. هتحطها في صينية ألمونيا عادي وتحطها على البوتاجاز. بعد كده لو حابة تديها لون، نزليها تحت في الشواية، تحت الشواية على طول. هنحط بقى هنا عصارة كمون وشطة وملح وليمون وخل، وخلاص كده خلصت معايا السلطة. طبعا بقى احنا لازم ننضف حوالينا كده على طول أول بأول. هنا بقى كان معايا 4 قطع كده، قلت ايه اعملها كده في دقيقة عشان هقليها. هنغلفها كويس بالدقيق. بقالي كتير ما عملتش السمك الفيليه، على طول كنت بجيب، بقالي فترة بجيب سمك بولتي، مكرونة، مكاريل، جمبري، الحاجات ديت، لكن ما بجيب، لي فترة فعلا ما عملتش الفيليه. هنا انا جبت حلة بقى عشان اعمل الرز الصيادية. حطيت فيها معلقتين زيت كبار، وبصلاية كده مفرومة كبيرة. طبعا الرز الصيادية البصل بتاعه لازم يكون غامق متحمر كويس، فطبعا لازم يكون ايدينا فيه على طول عشان ما ياخدش جنب لون وجنب لون. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي في التعليقات. روايح رمضان هلت بقى، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. ادي كده خلاص، هو ده اللون اللي انا عايزاه، يعني تاخد اللون البني الغامق. وهننزل بقى عليها بالمية، هنسيبها بقى تغلي، بتاع 3 كوبايات مية. انا هنا كنت عاملة نص كيلو من الرز. انتي حطي كوبايتين مية، ولو احتجتي تحطي مية تاني يبقى حطي عادي. بعد كده لما تيجي تحطي الرز، هنزل كده بمعلقتين من الملح، معلقة كمون، ومعلقة كزبرة صغيرة، كزبرة ناشفة. وهاسيبها بقى تغلي، واول ما تغلي هنزل بالرز. انا بحب احط في الرز بتاع السمك دوت، رز الصيادية، معلقة من التتبيلة بتاعت السمك، اللي هي تتبيلة الثوم والليمون والشطة والكمون اهيت. هاخد كده معلقة كبيرة، بتديها طعم حلو. واول بقى ما تتشرب كده وطي عليها وخلاص. هقلي بقى السمك. طبعا بقى ما نكترش الزيت بتاع السمك، بحيث ان احنا كده كده مش هنستعمله تاني. زي ما انتوا عارفين الزيت غالي، فعلى قد ما نقدر نوفر نوفر. ادي كده خلاص كان الرز استوى بتاعي. السمك الفيليه دوت بيبقى سهل للاطفال اللي هم ياكلوه عادي بسرعه، ما بيبقاش بقى فيه شوك وكده، فبيبقى يعني سهل ليهم. عايزه اقول لكم مني بقى لي فتره ما عملتوش، ابني اول ما كله كان الناس اللي هو واكله قبل كده يقول لي يا ماما انت ما بتعملهوش ليه؟ قلت له لا والله يا ابني انا كنت بعمله. قال لي يا ماما حلو، مش ما فيهوش شوك وجميل. مش عارفه والله، هو كان يعني ما بيجيش في بالي ليه، مش فاهمه. ساعات كده في اكلات بتسقط من دماغنا، ما بقيناش نفكر فيها. ادي كده خلاص الاكل خلص معايا، الرز استوى والصينيه السمك اللي في الفرن خلاص.
وادي كده خلاص قليت السمك التاني ومخدش في ايدي اي وقت خالص. اكلة سهلة وسريعة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكم على الف خير.